للاسف حبيت اجرب طريقه جديده للتفسيخ وجربت في كميه كبيره. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا معلش، اول حاجه دعموني بلايك واشتراك في القناه اللي اول مره يشوف لي. تاني حاجه طبعا احنا كنا عاملين الكميه بتاعتنا على جردلين، كان جردل كبير وجردل صغير. ده الجردل الصغير طبعا لفه حوالينه بلاستر علشان حاجتين: اول حاجه ما يخشلوش هوا والبكتيريا، تاني حاجه علشان نبقى كاتمين الجردل اكتر ويبقى سريع جدا في ان هو يستوي، يبقى مكتوم درجة حرارة تتحبس اكتر، وطبعا ما يخشوش بكتيريا ويحصل لا قدر الله تعفن او اي حاجة. وهنفتح بقى ونشوف ايه اللي حصل في الفسيخ. متنسوش بالله عليكم تعملوا له اللايك، خصوصا ان انا بقدم محتوى مفيد، مش محتوى لا انا هاخد عليه ذنوب ان شاء الله ولا انتوا هتاخدوا ذنوب. بالعكس، تشجيعكم ليا هتاخدوا عليه صواب، لان انا بحاول اوريكم طرق وحاجات ازاي تعملوا اصلا مشروع من انتوا في البيت، ومش بخبي عليكم اي حاجه بكل التفاصيل. اهم حاجه بقى دلوقتي مستعدين ان احنا نفتح ونشوف ايه اللي حصل للفسيخ. وانا سبته 5 ايام، وزي ما انتوا شايفين كده انا اول ما شفت المنظر اتصدمت وقفلت الجردل تاني. اتصدمت من المنظر زي ما انتوا شايفين كده. السمكية منفوخة خالص، بصوا السمكية منفوخة ازاي، وكمان منزل كل الزبدة التحفة بتاعته. ودي حاجة طبعا تحفة جدا جدا جدا. لما يكون السمكية كده منفوخة ومنزل كل السمنة بتاعته دي، اعرفوا ان الفسيخ ده طالع تحفة. سمكية منفوخة معناها انه زبدة من جوه، واصلا اول ما تلاقي السمكية كده اتنفخت اعرفوا ان هو كده استوى وان الفسيخ جاهز معاكم. واول ما تلاقوا الزبدة دي نازلة اعرفوا ان انتي كده عاملة شوية فسيخ ملهوش حل. لان لما يبقى منزل زبدة كده يبقى الفسيخ طري، طري جدا من جوه ومزبد، ويبقى السمكية بتاعتك خطيرة. بصوا طري ازاي، بصوا ملبن في ايديا ازاي، ملبن ما شاء الله ما شاء الله، يجنن يجنن يجنن. ما شاء الله طالع شوية فسيخ حكاية حكاية حكاية. وزيرو ملح، ده فسيخ زيرو ملح. وتعالوا اقول لكم على معلومة ازاي تطلعيه زيرو ملح، وازاي انا عرفت ان هو زيرو ملح اصلا قبل ما افتحه، واتأكدت اول ما فتحته. بصوا بقى، ان انت تفتح عليه في اليوم الصح اللي هو اول يوم لما يستوي فيه. ازاي هتعرفي ازاي؟ او السمكية كده ما شاء الله لسه منفوخة والزبدة بتاعته يعني فاهمة نازلة وكل حاجة. فيعني كده ده اول يوم سوى ليه، ده وما استواش وانا سايباه، لا ده اول يوم سوى ليه. طبعا انت بتبقي ظابطة الايام تمام. ده كده اول يوم في التفسيخ ليه يبقى زيرو ملح. لو عندك حد قالك انا عايزه زيرو ملح، وحد تاني قالك لا لو سمحت ما بحبوش يبقى عادم قوي كده، في ناس تقولك لا انا عايزاه يبقى الملح فيه باين. بصوا ده كده تاني جردل برضه هوريكم عامل ازاي. طب هتعملي ايه في الحاله ديت؟ الحاله ديت اللي عايز زيرو ملح بتطلعي اول يوم لما استوى فيه وتبيع وتوزيلي وخلاص وزي الفل. طب اللي عايزه ملح زياده بتسيبيه حسب درجة الحرارة. لو احنا في حر شديد والدنيا جهنم بتسيبيه من يوم ليوم ونص تاني، خلاص هيكون امتص الملح تمام. وكمان بتفرق ملح خشن او ناعم. الملح الخشن واللي انا اصلا بفضله، ما بفضلش الملح الناعم. ليه؟ امتصاص الملح الناعم سريع جدا. يعني تلاقي السمكية امتصت الملح يعني انا لو كنتش فتحت عليه في الميعاد المظبوط ده كان هيحدق مني. اما الملح الخشن امتصاصه قليل شوية. وبعد ما بنخرج السمكية ونحطها في الفريزر امتصاص الملح الخشن بيقف خلاص، السمكية ما بتمتصش تاني تمام. اما الملح الناعم السمكية بتفضل تمتص تمتص تمتص. هو برضو في الفريزر بيقف الامتصاص بس مش زي الخشن. وكمان وهو في التخليل السمكية بتمتص الملح الناعم بس بطريقة سريعة. علشان كده انا ما بفضلش الملح الناعم، الملح الخشن بيبقى اضمن لك. بصوا انا عايزه اوريكم ان دوت سمك بوري، علشان في كومنتات كتيره قوي بتجيلي ويقولوا لي انت على فكره ده سمك دباره. طب بالله عليكم ده سمك انتوا اصلا مش عارفين الفرق بين الدباره والبوري يعني، فبالله عليكم ما نفتيش ونكتب اي كومنتات وخلاص تمام. ده سمك دباره بيبقى راسه عريضه ومسطحه من قدام. وعامة هعمل لكم فيديو وهجيب لكم واحدة من سمك البوري والدبارة وهوريكم الفرق تمام.
بس اعملوا لي لايكات كتير واشتركوا في القناه عشان حتى يوصل لكم الفيديو اللي انا هعمله، وعلشان تشوفوا الفيديو بتاع وتشجعوني ان انا اعمل. ما لما ببقاش لايكات ببقى محبطه، بحس ان يعني التصوير ده يا جماعه بجد والله بياخد مجهود ووقت، ومش اي حد بيحب يطلع شغله كده ويعمله بالتفصيل، او يوري كل التكات والتفاصيل قوي ديت. في ناس بتقولك لا اسرار شغل، لا اسيب حاجه لنفسي محدش يعرفها. لكن انا بصور كل حاجة علشان افيد غيري، ولو حد حابب يعمل مشروع اللي هو في البيت سواء واحد او واحدة ما يعمل وما يكسلش، ويبقى عارف كل الاسئلة اللي هو محتاجها. وبحاول ارد على اسئلتكم في الفيديو، بس ما بسيبش ولا كومنت الا ما برد عليه. ومعلش سامحوني على صوتي بجد، لسه البرد مأثر فيا بطريقة صعبة، بتكلم والله الحمد لله بالعافية. تمام. زي ما شايفين بقى، بسم الله ما شاء الله، نفتح واحدة كده ونشوف عاملة ازاي. صلوا على النبي كده قبل ما افتح عليه الصلاة والسلام، وبصوا ما شاء الله تحفة. بصوا بقى السمكية اللي تشرفك لما توصل للعميل بتاعك، السمكية اللي تبقى لونها تحفة ومزبدة وطعمها تحفة، 3 في 1، اللي هي سمكية ما فيهاش غلطة. وتروحي انت بقى معلية التحافة اكتر، وتودي الرنج التحافة في حتة تانية لما توصليها للعميل بطريقة شيك، يعني في ورق آه فل وستريتش وشنطة شكلها حلو، مش في شنطة ولا تلفها كده في ورق جورنال والحاجات اللي احنا بنشوفها دي بتبقى حاجة تفتح النفس اكتر، بيبقى باين ان الشغل ده نضيف من قبل ما يفتحوه. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مزبد ازاي. انا اصلا مش عارفة اتعامل بالجلافز، فخلعت فردة، عمال البس فردة واخلع فردة. التصوير بيبقى صعب قوي والله يا جماعة، مش عارفة اظبط الكاميرا من الجلافز. المهم ادينا فتحنا واحده، وتعالوا اقول لكم واوريكم وانا مقطعها مزبده وعامله ازاي. والله يا جماعه طعمها يجنن يجنن. والناس اللي وصل لهم الفسيخ اللي كانوا حاجزين من الفسيخ دوت الحمد لله، ده اتباع امبارح. انا منزله فيديو النهارده، هو اتباع امبارح، اخد 5 ايام. ماشي. بعتولي ريفيات تحفه 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 الحمد لله يا عم. سريعا كده خليني اقول لكم، انا بص اصلا مش عارفه اتحكم والله بص هو مزبد، مش عارفه اتحكم من الجلافز. درجة اللي بيسألوني الأيام يا جماعة حسب درجة الحرارة. أنا حرام أقول يعني مثلا ممكن أقول لحد في الشتاء 12 يوم، 10 أيام، 12 يوم، بس هو عنده مكان مكتوم جدا ودافي، مش رطوبة عالية، فممكن ياخد معاه 8 أيام بس. يبقى حسب درجة حرارة الجو عندكم. في الصيف أنا بقول 5 أيام بس، ممكن الناس اللي مثلا من أسوان أو درجة الحرارة عندهم شديدة، وهو كمان عنده حط في أوضة أو في مكان في درجة حرارة صعبة، يبقى هو 4 أيام. فاهمين؟ يبقى احنا كده نوزن الكلام، وسواء مني او من اي حد لما ناخد الكلام ما ناخدهوش بالحرف، احنا نوزنه على حسب انتوا الدنيا عندكم ايه. تمام. يبقى الايام على حسب انتوا ايه، يعني درجة حرارة ايه، المكان اللي انتوا فيه ايه، حاطينه في ايه. المهم اي كومنت هرد عليه وتخشوا اعملوا لايك.